دلوقتي بقى احنا رايحين نركبوا المترو في بودابست، واللي سمعت ان هو غريب جدا. تعالوا بقى نشوفوا ليه غريب جدا. انت بتنزل لمحطه المترو هكذا وتدخل، مفيش بوابات، انت بتخش بتلاقي القطر في وشك على طول. التذاكر بتقطعها هنا عادي بدون اي حد يعمل لك كنترول. لو في كنترول بيبقى قاعد هناك، لو شافك بتعدي من غير ما يعمل لك ما تقطع التذكره هيعمل لك على طول مشكله، ويعمل لك على طول بتاع. تيجي بقى نركب المترو اللي شبه الاتحاد السوفيتي القديم بقى، تحس ان انت رجعت كده بعربيات المترو ل 80 سنه فاتت. يا نهار ابيض. ده المترو بتاع بودابست يا جماعه. تحس كده ان انت راكب لعبه قديمه. دلوقتي احنا في المترو، ودايما انتوا شايفين دي محطات المترو في بودابست. النظافه، التنظيم، تحس ان انت في الحقبه السوفيتيه والنظيفه الجميله. بصوا المنظر عامل ازاي. تنزل بقى من محطه المترو، نظافه محطه المترو، الحاجه كله بيلمع، كله حرفيا بيلمع. بس عشان تقطع تذاكرك بقى مفيش، زي ما قلت لكم قبل كده، مفيش حواجز، مفيش حاجه. تعدي من هنا تقطع التذكره هنا وخلاص، على كده انت تمام. تطلع بقى مفيش حاجه تمنعك، تطلع على طول على بره. هو ده بقى مترو بودابست يا جماعه.